السلام عليكم شبابنا الجميل. اتكلمنا امبارح على ليفل 1 اللي هو EST 1 او اكت 1 او سات 1، والنهارده بقى جايين نتكلم على ليفل 2. طيب ليفل 2 فيه كذا مشكله الناس اللي بتحاول ان هي بتديه اكبر من حجمه او وزن اكبر من وزنه. انا رايي الشخصي انه ليفل 2 ما تفكرش فيه خالص لو انت لسه داخل او لسه محاول على جريد 12. ما تفكرش فيه خالص قبل شهر فبراير. ليه؟ تعال اقول لك. عشان تعرف ليه انا رايي كده، تعال نقارن ليفل 2 بليفل 1. ليفل 2 نسبته المئوية بالتقريب ممكن نقول حوالي 60% وساعات بتزيد، تمام؟ وايل ليفل 2 في المقابل 15% بالتقريب. ليفل 1 مدة التحضير بتاعته مينيمم من 4 ل5 شهور. يعني لو انت اخدت كورس مكثف هيخلص لك المنهج في شهرين، لازم تتدرب شهرين كمان. بينما ليفل 2 انت اصلا كله على بعضه كده بياخد 3 شهور، سواء بالمذاكرة سواء بالتدريب، كل حاجة. طيب نجاوب بقى سؤال مهم قوي، هو انا اصلا همتحن إيه في ليفل 2؟ زي ما احنا عارفين ليفل 1 انا بمتحن فيه انجلش وماث. ليفل 2 انت بتختار المواد اللي انت عايزها على حسب الكلية اللي عايز تخشها. لكن اللي احنا بننصح الناس دايما بيه، الجوكر اللي اغلب الناس فعلا بتمتحنه وبيفتح لك كل كليات مصر، هو انك تخش بيولوجي وماث. ده هيفتح لك اي كلية في مصر مهما كانت، تمام؟ طيب ناس بتسألنا، طالما هو مش او يعني طالما مش مهم في كل الكليات، هل ممكن ما امتحنوش؟ ايوه، لو انت في كليات معينة مش بتطلب منك ليفل 2. لكن انا رأيي مهما انت عامل حسابك انك مش محتاج ليفل 2، عن اذنك خش امتحنه. ليه؟ اولا هو بيعلي النسبة المئوية بتاعتك، يعني زي ما انت بقى ليه 15%، فمجهود مش كتير وهيعلي النسبة بتاعتك whatever it was. انت لو جايب 60% مثلا بالجي بي اي، و لو انا اسف، لو انت مثلا جي بي اي وامتحنت ليفل 1 اللي هو اي اس تي 1 اكت 1 كده، جبت مثلا ليتس سي 70%، لو انت دخلت وجبت لي 10% في 2، هيبقى انت التوتال بتاعك 80%. فانا رأيي حتى لو انت عايز تخش كلية ما بتحتاجش اي اس تي 2 او اكت 2، معلش خش امتحنه، مش هياخد منك وقت كتير في التحضير، هيعلي النسبة المئوية بتاعتك، واكبر واهم حاجة انه هيساعدك لو فكرت تغير رأيك، تمام؟ دي حاجة مهمة جدا. يعني ايه؟ لو انت مثلا واحد، انا اعرف طالب مثلا كان عامل كل حسابه في جريد 12 انه داخل بيزنس، وامتحن امتحانات عشان عامل حسابه على بيزنس، كل حاجة كده، جه في الاخر خالص غير رأيه وقال لك انا عايز اخش اسنان. ده كده هيبقى اتزنق زنقه مش لطيفه، لانه اسنان هتبقى عايزه 2، ولو هو ما امتحنش 2 كان هيروح في داهيه. مثلا حاله شفتها، حد كان عايز فنون تطبيقيه وما كانش عارف انها محتاجه ليفل 2 ماث، فيا عيني راح قدم وما اتقبلش. هيتقبل ازاي وهو مش ممتحن ليفل 2 اللي هم طالبينه؟ فاهمين الفكره؟ فلازم انك تمتحن ليفل 2 عشان يعلي البرسنت بتاعتك، التوتال بتاعك، وعشان زي ما اتفقنا انك لو غيرت رايك يبقى معاك المتطلبات. طيب مع اني بقول لك امتحنه، عايز اقول لك نصيحه مهمه قوي، ما تضيعش وقت قوي. مستر احمد المصري في البيولوجي مثلا، لو حد يعرفه، كان قال لي كلمه حلوه جدا. قال لي انا لو طالب جايب لي مثلا 650 من 800 في البيولوجي في ليفل 2، وقال لي مستر انا المره دي هخش بقى هجيب 700، كنت اقول له يا ابني انت هتخش ليه؟ انت لو دخلت اصلا تاني هيفرق معاك في 0.0 مش فاهمين الفكره؟ فاديه اهميته، ما تبخسش حقه، بس في نفس الوقت اوعى تديه اكبر من همه. يعني ده بالكتير تذاكر له 3 شهور وتخش مرة أو مرتين بالكتير قوي. اتعود انك تخلي اغلب الفوكس بتاعك على ليفل 1، لان ده اللي عليه ماجوريتي الدرجات. اعتقد ده كده كفايه كلام عن ليفل 2. لو حد حابب طبعا يسالني في اي حاجه، الكومنت اللي هنسيب النمبر بتاع الواتساب في الكومنتس، فيل فري انكم تبعتوا لنا في اي وقت. اشوفكم على خير، السلام عليكم.